لو ما تعرفش، فابل عملت اكبر تغيير في عالم الاي او اس من ساعه ما اخترعته. وعلى فكره الشكل بتاع الاي او اس 18 اللي انت عارفه ده هو نفس شكل الاي او اس من ايام اي او اس 7. يعني اكتر من 11 سنه ابل ما غيرتش شكل الاي او اس، ودي كانت اول مره ابل تعمل فيها تغيير قوي في الاي او اس، لما غيرت شكل الاي او اس بتاع الايفون اللي كان من قبل ال6 وال6 بلس للشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. بس خلاص الكلام ده كان زمان. ابل خلاص قررت تغير ده مع الاي او اس 19، وللاسف ده التغيير زي ما انت شايف كده، كل الايقونات بقت مدوره. ومش بس الايقونات دي، كل حاجه في السوفت وير بقت مدوره، وكمان معظم الخلفيات اللي في السوفت وير بقت ترانسبيرنت او شفافه نوعا ما، يعني مش شفافه 100%، ضبابيه كده. وموضوع الترانسبيرنسي ده انتشر بغباء في السوفت وير كله. وبصراحه انا عايز اقول حاجه، ايه القرف ده؟ ابل بوظت شكل الاي او اس، انا مش عارف ايه الخرا ده. وطبعا الشكل العظيم ده مستوحى من الابل فيجن برو، انا مش عارف مين اللي ابتلانا بيها وقرر يعمل الخرا ده. انت ممكن تقول لي طب انت متضايق ليه؟ ما تنزلش التحديث وخلاص. هقول لك انا مش معايا ايفون اصلا، بس انا متضايق من الموضوع جدا بصراحه. انا كان نفسي لما اشتري ايفون اشتريه زي ما هو دلوقتي. بس بصراحه ربنا عشان نبقى حقانيين، النظام ده له شويه مميزات ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني لو حابين يعني، فاكتبوا لي في الكومنتات. بس كان معاك عراي من مصر، ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو، هتبقى حاجه حلوه في وسط القرف ده. وما تنساش اهل غزه من دعواتك، ولو نفسك تشوف حبيبك صلي عليه، وسلام.